كل ما تحس إنك قلقان من أي حاجة، افتكر تفسير سورة الكوثر. لما واحد كان بيعاير النبي صلى الله عليه وسلم علشان ما عندوش صبيان وكل ذريته بنات، فلما كان يشوف النبي يضحك بسخرية هو يقول له يا أبتر. عارف انت لو حد لا قدر الله عمل عملية بتر، يعني قطعوا الجزء من جسمه، فكان المقصود من أبتر اللي هو نسله هيتقطع بمجرد وفاته، لأن محدش هيشيل اسمه من بعده. النبي وقتها اكتئب والحزن سيطر على مشاعره. ربنا يسيبه؟ طبعا لا. فورا بعت له سيدنا جبريل برسالة طمأنينة اتسجلت في القرآن، وكانت عبارة عن سورة قصيرة سطر واحد بس، لكنها كانت زي المرهم اللي داوى جرح النبي وطيب خاطره. ربنا قال له إن أعطيناك الكوثر يا محمد، ما تزعلش نفسك، انت ليك نهر في الجنة بتاعك لوحدك، خلقته علشانك وسميتهولك الكوثر، فصلي لربك وانحر، قوم اتوضى وصلي ونفض تراب الزعل واذبح الذبايح ووزعها على الفقراء وطعمهم، وعبر عن شكرك وفرحتك بكرمي. إن شانئك هو الأبتر. الشخص اللي شتمك ده هو اللي هيتقطع اسمه من الدنيا، وهيجي يوم القيامة ملهوش عيل ولا تايل. إنما انت يا محمد هيموت جسمك، لكن سيرتك هتفضل عايشة واسمك موجود، وكل ما يتذكر في مكان هيتصلى عليك. وقتها اطمن النبي واتبسط، وطمن كل مؤمن بالله ان ربنا لا هيكسفه ولا هيسيبه من غير ما يخرجه من محنته ويفرجها عليه، لان ربنا ما بيرضهوش يسيب عبد من عباده مخنوق او شايل هم غير لما يريح باله ويخفف عنه. السلام عليكم حبايب قلبي، وحشتوني قوي قوي. يلا قبل ما نبدأ الحلقة 20 من رواية عشقتها سعودية، يلا نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يلا بينا نبدأ. وفي المستشفى في أوضة سيف كان قاعد سيف بسرحان وحزن بيوجع قلبه من اللي سمعه. هل فعلا فقد ابنه؟ ومش ابنه بس، لأ، وكمان مراته اللي عارف ومتأكد من حالتها وعاملة ايه دلوقتي. فتنهب بحزن شديد وقال في نفسه يا الله، ايه الاختبار الصعب ده؟ أدهم بحزن شديد سيف، وحد الله يا سيف، ده قدر ومكتوب، المفروض تبقى أقوى من كده علشان تكون جنب زينة في اللي هي فيه. سيف بوجع ودمع، أنا عارف اللي زينة هتكون فيه واللي هيحصل فيها، دي كانت أكتر واحدة هتموت وتبقى أم، وهي خلاص اتحرمت من الموضوع ده للأبد. ومش بس كده، أنا عارف إنها هتحملني أنا كل حاجة. للأسف أنا وهي اتدمرنا يا أدهم. كنان بدموع ووجع، جرى يالا ولا اتكسرتوا ولا حاجة، ما ولادنا هيبقوا ولادكم يا سيف إن شاء الله، كل حاجة هتعدي. سيف بوجع شديد، أنا لازم أشوف زينة حالا. أدهم وكنان وهما بيساعدوه، طب تعالى على مهلك. سيف باستغراب، هو فين أركان؟ من قدام أوضة زينة كانت واقفة سلمى وهي بتحاول كتير جدا تتصل عليه بس مفيش رد، فحست إن قلبها قرب يقف، فقالت بوجع ودموع وهي بتبعتله رسالة بصوتها الحزين، كده يا أركان، أهو انت عليك، أنا عارفة إني غلطت بس أرجوك ما تبعدش عني، كان غصب عني والله، غصب عني يا أركان، رد عليا أرجوك. فلمحت سيف وأدهم وكنان فمسحت عيونها بسرعة وهي بتبص لسيف بشراسة، ارتحت دلوقتي بعد اللي عملت في اختي واللي وصلتها لي؟ اوعى تعفي نفسك من المسؤولية، انت ما قدرتش تحميها يا سيف، اختي خسرت بسببك اغلى حاجة، انها تكون ام وابنها مات قبل ما حتى تفرح بيه. ادهم بحدة، يا شيخة حرام عليكي، هو في ايه ولا في ايه؟ سيف بسخرية وضيق، كنت متأكد انك انت اللي هتسخنيها عليا، بس اللي انت ما تعرفوش بقى اني بحبها اكتر من نفسي، واللي حصل هنعديه انا وهي سوا، واني عمري ما هسيبها ابدا. ومشي سيف لأوضة زينة تحت نظراتهم الصائبة. وفي ألمانيا في الشقة اللي قاعد فيها أركان كان قاعد أركان وبيسمع الرسالة مليانة بالدموع، فتنهب بحزن وألم لأنه فعلا اشتاق ليها جدا وقلبه بيلومه على البعد. بس المسامحة مش هتكون سهلة لأنها غلطت في حقه غلط كبير ولابد من معاقبتها. وفي فيلا سليم كانوا قاعدين على مائدة الطعام، كان قاعد سليم وبيبصلها بصات سريعة من تحت لتحت لأنه فعلا أعجب بيها جدا ومش قادر ينكر ده.
أما هي فكانت عيونها متسلطة على الصورة اللي بيحضن فيها فيروز وبيضحكوا بسعادة. سليم بابتسامة وسعادة: دي فيروز أختي بس متجوزة. شمس براحة وابتسامة: خدت بالي شبه بعض قوي، احنا بكرة هنروح الشركة مش كده؟ سليم بابتسامة: طبعا، من بكرة ان شاء الله هتستلم شغلك في الشركة يا سيادة نائب المدير. شمس بابتسامة ودهشة: نائب المدير مرة واحدة؟ معقول؟ سليم بابتسامة: ايوه طبعا، انا خلاص بقيت برتاحلك وبثق فيكي جدا، علشان كده كل الشغل هيكون تحت ايدك يا شمس. شمس بابتسامة: ربنا يقدرني وبقى قد الثقة دي. ها أنا شبعت، بعد إذنك هطلع أنام، تصبح على خير. سليم بابتسامة وهمس: هو انتي من أهله؟ يا ترى يا شمس لو عرفتي حقيقتي هتعملي ايه؟ المصيبة بقى إني ما بقتش قادرة أستغنى عنك وعايزك معايا بأي شكل. وفي المستشفى في أوضة الدكتورة نادين كانت قاعدة نادين بتشفي واستمتاع بعد ما سببت الحزن في قلوبهم، وخصوصا سيف ومراته. فسيف هو الراجل الوحيد اللي لسه بتعشقه لحد دلوقتي. كان سيف زميل مراد أخو نادين في الجامعة، كانت بتحاول دايما تقرب منه بس هو كان دايما بيبعد عنها ومش بيطيقها، وحست بالانهيار لما عرفت خبر جوازه اللي ملا كل الصحف والمواقع. بس دلوقتي جات لها الفرصة علشان تنتقم منه، فخرجها من سرحانة دخول الممرضة اللي كانت بتبصلها بارتباك. نادين بحدة: في ايه يا صباح، مالك؟ صباح بارتباك: هو حضرتك ليه قلت لأهل المريضة إنها شالت الرحم رغم إن ده ما حصلش والرحم بتاعها سليم؟ نادين بغضب جحيمي: موضوع ما يخصكيش يا صباح، وحسك عينك حد يعرف أي حاجة باللي حصل ده، فاهمة؟ صباح بقلق بالغ: أيوة يا دكتور، بس ليه؟ بجد البنت دي صعبانة عليا قوي، دي دموعها ما وقفتش. نديم بحقد وغل: مزاجي كده يا صباح، قسما بالله لو ما بلعت لسانك وما اتكلمتيش في الموضوع ده نهائي لكن رمياكي بره المستشفى تروحي تشحتي علشان تاكلي عيالك، فاهمه؟ صباح بخوف ورعب: فاهمه فاهمه. وفي اوضه زينه كانت قاعده زينه وهي بتبص لنقطه في الفراغ بدموع مش بتقف، فقرب منها سيف بحزن وقهر عليها: يا ريتني كنت مت قبل ما اشوف دموعك ولا حالتك دي. صدقيني يا زينة انا موجوع زيك بالظبط واكتر كمان، اللي راح ده ابني زي ما هو ابنك. زينة بدموع وألم: انت السبب في كل اللي حصل لي، بسببك خسرت رحمي وخسرت ابني، واني اكون ام. انا بكرهك يا سيف، بكرهك. سيف بدموع وقهرة: ابوس ايدك يا زينة، انا مش ناقص، حرام عليكي، بسببي ليه؟ ايه اللي انا عملته؟ زينة بغيظ وشراسة: لو ما كناش قعدنا في المكان ده ما كانش حصل اللي حصل، لو ما كنتش اشتبكت معاهم وراقبتني عليك لما حسيت انك هتروح مني ما كانش حصل اللي حصل. انا اتدمرت بسببك يا سيف، طلقني يا سيف، طلقني. سيف بدموع وألم: حرام عليك يا زينة، انا مش ناقص، اقفي جنبي، انا كمان محتاجك. زينة بدموع وانهيار: هو انا مين يقف جنبي بعد اللي حصل لي؟ انا مش عايزاك يا سيف، مش عايزاك، خليك راجل وطلقني. فخرج سيف بسرعة لبره، فوقفته صباح بقلق بالغ: باشمهندس سيف؟ سيف بدمع وألم: نعم. صباح بثقة وقوة لأنها بتعمل الصح: في حاجة مهمة لازم حضرتك تعرفها. وفي فيلا الجهري في جناح سلمى وأركان كانت سلمى بتدور عليه بدموع وهلع، فانصدمت بعد ما شافت انه اخد كتير من حاجاته، فعرفت انه كده ساب الفيلا، بس لفين؟ حطت ايديها على وشها بدموع ووجع واشتياق لانها اتخطت كل الحدود، فالرجوع هيكون صعب. من قدام واحد من محلات المحجبات الفخمة كانت واقفة فيروز مع ليس وهي بتبص للفساتين المحتشمة بانبهار. فيروز باستغراب: انت جايبنا هنا ليه يا ليس؟ ليس بابتسامة: علشان احنا هنبدأ من هنا. فيروز لازم تتغير من كل حاجة، وأولهم لبسك ده، لازم تكوني حاجة مميزة غالية، وده اللي هيحصل ودلوقتي حالا، ساعتها بس هتحسي بالفرق. فيروز بابتسامة وإعجاب: والله أنا مش عارفة أنا مالي مطوعاك كده وماشية وراك من غير ما أفتح بقي، كأنك سحرتني وأسرتني. ليسي بابتسامة ساحرة: فعلا أسرتك ومش هخرجك من أسرك ده أبدا، يلا بينا. وفي المستشفى في مكتب نادين كانت واقفة نادين وهي بتستعد علشان تمشي، فرح لها سيف زي الأسد الهايج: على فين يا دكتورة نادين؟ ده لسه السهرة طويلة. نادين برعب شديد: سيف. وفي ألمانيا
كان واقف أركان وهو بيشيل مسدسه علشان يصيب الهدف ببراعة اللي كان واحد من العصابة اللي مكلف أركان بيها، فحس بغصة مريرة في قلبه بتعرفه إن معشوقته حالتها مش كويسة. وفي فيلا الجوهري كانت ماشية عالية بالأكل لجناح سلمى وأركان، فانصعقت جدا وصرخت وهي شايفة سلمى بتنزف من إيديها بغزارة، فأخدوها للمستشفى بسرعة. وفي أوضة سلمى كانت عالية بتعيط جنب جدها على حالها واللي وصلوا ليه ولادها، فرحت لها الممرضة وهي بتحط لها المحاليل. عالية بخوف وقلق: أبوس إيدك يا بنتي، طمنيني، هي كويسة؟ الممرضة بابتسامة: الحمد لله هي بخير، احنا وقفنا النزيف وخيطنا الجرح، بس لازم نعوض الدم اللي خسرته علشان اللي في بطنها. عالية بسعادة كبيرة: سلمى حمل! صلاح بفرحة وسعادة: ربنا يكرمكم كلكم يا ولادي واشوف عوضكم. عالية بضيق: طب وأركان يا حاج صلاح؟ البت كانت عايزة تموت نفسها. صلاح بغضب شديد: نخلص بس من اللي احنا فيه وهعرف منه ايه اللي وصلها لكده، وازاي اصلا يسيبنا ويمشي كده في اللي احنا فيه، عقابه معايا هيبقى عسير. وفي فيلا سليم كانت ماسكة تليفونها وهي بترن عليه، فرد عليها بسرعة فقالت بهمس: ايوه يا اركان بيه، اطمن، هسلم لك سليم المنشاوي في اسرع وقت، كل حاجة هتكون تحت ايديا. وفي المستشفى في أوضة نادين كانت واقفة برعب وخوف من مظهر سيف اللي شكله كده إنه عارف كل حاجة. نادين برعب وخوف: سيف اسمعني بس أنا. سيف وهو بيمسكها من شعرها بغضب جحيمي: انتي ايه يا شيخة، حرام عليكي، انتي ازاي بالشر وقلة الضمير دي؟ دمرتيني أنا ومراتي، انتي واحدة شطانة. نادين بدموع وصريخ: كان لازم أعمل كده، كنت عايزة أي حاجة تبرد ناري، طول عمري بحاول أتقرب منك، طول عمري بحبك يا سيف، فيها ايه مراتك دي احسن مني؟ سيف بغضب جحيمي: فيها كتير قوي، على الاقل شريفة وعندها كرامة مش زيك يا رخيصة، بس انا بقى هدفعك التمن ده غالي قوي. وفي اوضة سلمى كانت قاعدة وهي حاطة ايديها على بطنها بدموع واشتياق لمعشوقها، فقالت بلهفة واشتياق: يا ترى انت فين يا اركان؟ انا عارفة اني غلطت، بس والله كان غصب عني يا حبيبي، سامحني يا أركان وارجعلي علشان نفرح سوا بابننا اللي جاي، وحشتيني أوي يا أركان أوي. زينة وهي بتتحامل على نفسها بدموع: ألف سلامة عليكي يا سلمى يا خيتي، اكده برضك عايزة تحرجي قلبي عليكي. سلمى بفزع: زينة، انت ايه اللي جوامك من السرير وانتي تعبانة كده؟ نور وهي بتمسك زينة بحرص: ما هي أختك ما شاء الله عليك، انت وهي اتجنتوا رسمي. فرح بغش شديد: في دي عندك حاج يا نور يا خيتي. سيف وهو رايح عند زينة بوجع وكسرة وهو بيرمي الأوراق قدامهم بوجع ومرارة: اتفضلي يا زينة هانم، انت زي الفل، الرحم الحمد لله سليم وتقدري تخلفي في أي وقت. زينة بصدمة: ازاي يعني كده؟ مش فاهمة. سيف بوجع وكسرة: طبعا مش هتكوني فاهمة علشان اكتشفت انك ما بتفهميش في حاجة خالص، لو كنت بتفهمي كنت حسيتي بيا وبوجعي، لكن انتي ما فكرتيش اللي في وجعك انتي بس، ودوستي عليا زي ما اكون عدوك، زي ما اكون انا السبب. والله فرحان في اللي حصلك بجد، خليتيني اندم على كل لحظة حبيتك فيها. وانتي يا ست سلمى، انا ما دمرتش اختك ولا حاجة، بالعكس انتي واختك اللي دمرتوني انا واخويا. انا واركان للاسف واضح ان حظنا كان سيء، مش زي ادم وكنان، ما لقيناش اللي يقف في ظهرنا في ازمتنا. ادخلي يا صباح احكي لهم كل اللي حصل، يمكن يعرفوا يعني ايه ندم. فدخلت لهم صباح علشان تعرفهم اللي عملته نادين، وسابتهم بين العتاب والندم اللي خلاهم يعيطوا من غير توقف على اللي عملوه في حق جوازاتهم. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. اكتبولي بقى توقعاتكم للحلقة الجاية، ولو حلقة النهاردة عجبتكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة، ووصلوا الفيديو ده 10,000 لايك، وما تنسوش الشير مع كل أصحابكم، واستنى الحلقة الجاية قوية جدا جدا. يلا مع السلامة من قناة حكايات أم جانا وزينة، بحبكم قوي، سلام.